ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ من مطبخ اكلات نونو. دلوقتي هصطاد السمك عشان نشويه في العيد كل سنة. هحط السمك والجمبري في الحوض. بلاش ملح عشان السمك هيدبل وهيبوظ. عشان نغسل السمك هنستخدم دقيق وخل وليمون بيضيعوا الزفار. اول حاجة نصفي السمك كويس تحت المية ونرصه ونصفيه كويس. لازم نصفي السمك قبل التتبيلة. خلاص جاهز للتتبيلة. بلاش نحط ملح في غسل السمك عشان السمك ما يتبلش ويبوظ منك. معلومة مهمة جدا. نتبل السمك معايا 5 ليمونات، 5 فصوص من الثوم، معايا كمون وتوابل سمك وملح. جيب الكبة الصغيرة بتاعتي وقطع الفلفل والثوم واعصر الليمون وهضربهم في الكبة كويس جدا. هروح احط السمك في التلاجة وبعدين نطلعه، وبعد 3 ساعات نبتدي نحمر فيه. دلوقتي بقى 3 ساعات هنطلع السمك من التلاجة. هيبقى خليط التقطيع معانا دقيق ونشا وشوية توابل سمك. نقلبهم كويس. نجيب السمك ونحط في الدقيق. نقلي السمكة على نار عالية، ما نقلبش فيها لحد ما تشد شوية. السمكة في النار. هبتدي بعد ما شدت السمكة في النار هبتدي أقلب السمك بالراحة. خلاص خلصنا السمك. هنبتدي بقى نحط على السفرة ونحط سلطات وحنات وعيش. وكل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية. سلام. أنا السمك المرصوص، هنا السمنسوس والعيش والألوان دي كلها للبهجة. اتفضلوا معايا. خلاص جهزنا سفرة العيد. كل سنة وانتم طيبين. السمك تحفة، جربوها يعجبكم جدا. من مطبخ أكلات نونو.